السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من مراجعة جديدة قناتكم جود تيست. نت تيست. طيب النهاردة جايبين لكم بتهيألي أكبر عدد بسكوت موجود في السوق المصري وهو إنتاج محلي. مش هتلاقوا حد مثلا عمل حلقة قبل كده جاب كل البسكوت بالكمية دي. حاولنا واجتهدنا إن احنا نلم كل الأنواع واتأخرنا يمكن في الحلقة دي شوية عشان نعرف نجيب أكتر الأنواع اللي موجودة، بس قررنا قرار إن الكمية دي هنصورها في يوم واحد بس هننزلها على جزئين عشان متزهقوش. جبنا لكم النهارده ايه 75 بسكوتة. 75 بسكوتة من شركات مختلفة. غالب علينا هنا النهارده 3 شركات اللي عندهم منتجات كتير في الحلقة، الشمعدان ولمبادة وشركة سايلو فود اللي هي مملوكة للدولة، وكمان يعني حاجات زي كورونا فريسكا اللي هي إيديدا. مختلفة. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. هنبدأ بأول شركة الشمعدان. معانا كذا نوع أو منتج من شركة شمعدان. خلينا نبدأ بريف الأول. في ريف وفي تيبو وفي دي اسمها شمعدان عادي، عادي إيه؟ دي ميجا، ودي اسمها بيسك لايت، ودول كتاكيتو، كل دول كتاكيتو. كذا حاجة من كده خلاص كده. هنبدأ بإيه؟ نبدأ بريف أكتر واحد. بالويفر ماشي. أوكي نبدأ بريف. ريف دي أول حاجة، دي ريف بحشوة كريمة البندق. بندق. تحس إن تغليفها كده عامل زي لوكا شوية، اه. تغليفها نضيف يعني. في منتج تاني زيها اسمه اسمه ويف. ويف بس برضه الشمعدان، بس لما لقيناه وبتاع رغم اللي كنت بجيبه قبل كده. هو كان موجود في الأول كده شوية بس قليل وبعدين اختفى. شكل البسكوتات كده اللي جواها. بسم الله. الويفر طعمه حلو والكريمة تحفة، كريمة 10. بتاعها هي مش عارف، هي ناشفة سيكا، ماسكة نفسها. كريمة ماسكة نفسها. بس طعمها حلو أوي. لا هي كطعم 10 على 10. لا، عجبتني الريف دي. تديها كام؟ دي 8 من 10. حلو. 8 من 10. حلو. تاني حاجة من ريف ده بسكويت محشي بكريمة اللبن. أنا بحب البسكوت اللي بيبقى بكريمة اللبن عامة دي. مش كتير بيعملوا من شركة شيف. بس في ناس بتقلش منهم مم. لما بيعملوها بتبقى فقيرة كده. برضه هي نفس فكرة البسكوت الصغيرة أوي. اتفضل. بسم الله. نفس الجمودية بتاعت التانية. هو واضح ان هو المنتج كله، هي مش حاجة وحشة يعني. مستوى واحد، مش حاجة وحشة بس هو مش هش أوي زي الويفر اللي بيبقى هش يعني. الشوكولاتة كانت واضحة شوية. كريمة اللبن ملهاش طعم مميز، بالظبط. فلا ده اديله مثلا 6 من 10. اديله أقل في الطعم شوية بس ماشي، نفس الرينج كده. ده ويفر بالكاكاو محشي برضه بكريمة اللبن، يعني ده الاختلاف في الويفر اللي بره. مم. يعني كان أبيض ده شوكولاتة. هو مش شوكولاتة أوي، هو هنكتشف دلوقتي. لونه بني كده بس مش أوي يعني، زي ما انتوا شايفين كده شكله. بس هو باين برضو اللي هو فاهم، الجمودية بتاعته باينة وظاهرة. طعمه حلو، يعني ده ظاهر فيه شوية على التاني. أنا لسه هقول لك هو معتدل شوية عن التاني. يعني ده اديله 7 من 10 برضه. مازال الأولاني أفضل واحد. بعد كل واحدة لازم كوباية شاي. برضه نبدأ ده ريف اللي هو محشي بقى بكريمة الفانيليا. افتح انت بقى المرة دي. هي ب10 جنيه، كل واحدة من دي ب10 جنيه. احنا خد بالك احنا جايبينها ب 10 جنيه، دلوقتي وصلت 12 جنيه مش عارف. والله. مم. بس هي بسكوتة تستحق يعني عموما. الويف هي نفس شكل الديزاين كده بس ارخص، بس انا كنت عايز ادوقهم مع بعض عشان افهم ايه الفرق. دي برضو نفس الشكل كده زي ما انتم شايفين، دي هشه. مم. دي 10 شوية. دي هشه. طعمها برضو مش وحش يعني، حلو مش كويس. قوي يعني. 6 من 10 يعني بالنسبه لي. طيب اللي عندنا بعد كده حشو كريمة الشوكولاتة. لا أطعم كتير قوي يعني. انت بتتكلم، انا على فكرة شفت لها أطعم اكتر من اللي موجودة. بتتكلم في حوالي 8 9 أطعم يعني. احنا جبنا 6 اطعم ولا كام؟ 6 اطعم. 6. طيب يلا بينا. دي هشه برضو شويه. معرفش، هي ممكن تبقى هشة في العموم بس ليها علاقة بتخزين أو حاجة، ممكن، مش عارف يعني.
بس هي عموما مش وحشه. دي طعم الشوكولاته بيجي كافتر تيست، ما بيجيش في مم. البدايه. فهو طعم الشوكولاته حلو قوي بس بيجي في الاخر، مش عارف ليه. وانا ليه حسيت فيها بسنه حدوقيه في الاخر؟ لا ده سنه مراره عشان صح. الشوكولاته اللي هي محشيه بيها دارك شويه. الشمعدان عامه الشوكولاته بتاعتها بتلاقيها دارك. بس كانت افتر تيست مش في الاول يعني ظاهره في معاك. الاخر هو طعم الشوكولاته عامه بتلاقيه ظهر في الاخر. طيب يعني قلنا دي ايه؟ دي شوكولاته. اه ده نفس اللي فاتت بس الويفر كاكاو. يعني الويفر كاكاو محشي برضه كريمه شوكولاته. ايوه. شمر بس كده عشان ايه نعرف حلو انت الشمع. نتعامل. اتفضل يا باشا. بسم الله. دي حلوه. دي مظبوطه من كله. عايزة دخلة قهوة كده. بس حلوه قلبنا قوي. انا برضه بحب الشوكولاته الدارك فظبط معايا. دي اديها 8 من 10. انا شايف انت ما بتقيمش، انت بتاكل بس. احنا لسه ما بدأناش، انت تعبت من ايه؟ وانا خش في مخضوض. كتاكيت ولا ميجا؟ انا مخضوض. خش في ميجا. خش في مية. عندنا 3 انواع من ميجا. بقول نبدأ لك ايه، بالكلاسيك العادي خالص. طب ما تجيب قبل الكلاسيك، انا عايز اشرب ميه. عايز تشرب ميه؟ طب ما تشرب شاي. انا عطشان عايز اشرب ميه. هنجيب. شربنا ميه. شربنا ميه نبدأ بالكلاسيك بقى. نبدأ بالكلاسيك. ابدأ في الكلاسيك. دي الميجا اللي هي الشمعدان القديم المفروض، يعني اللي هو بتاع زمان. كنا نجيبه. بربع جنيه. كان أرخص من ربع جنيه اه. في بدايته. في ناس طبعا ما حضرتش ربع جنيه اللي اتفرجوا علينا. ده احنا نصحنا من زمان. اتفضل. مش عارف ليه بيعملوا دول. يعني الطبقة بتاعتها تخينة شوية. امم صح كده؟ طبقة الوفر اللي بره تخينة والطبقات اللي جوه هي اللي رفيعة. مم. ده حلو أوي. هشة بقى تاخدها يعني كده. عندك حاجة. الوفر هنا جودته مش زي التاني. مم. مش زي ريف بس هشة أكتر. والحشو جودته مش زي ريف بس يعني المجمل حلو. انا في يعني المجمل ده اديله 7 من 10. عجبتني اكتر يعني من حاجات كتير في الريب. كتكتشر ولا كطعم؟ كمجمل. ماشي، هي بالنسبة لي كتكتشر أحسن بس كطعم لا، ريف عجباني أكتر. طيب ناخد دي. ناخد دي. دي اللي المفروض اللي هي مغطية طبقة شوكولاتة من بره، يعني نفس دي بس مغطية طبقة شوكولاتة من بره. دي تحسها الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، فاهم؟ اللي هي الطعم المميز يعني بتاع زمان. بس هو في المجمل كله حلو. بس بسكوتة محترمة مش. عارف يا جماعة، دول بقى البسكوتة بتاعتها طويلة شوية عشان ما نعملش. اه لا لا، في سكريات كتير يقصد. اتفضل خد انت أيوة. الكبيرة وعصر صغير. شغالة. مضيع التجربة. الشوكولاتة اللي بره فقيرة قوي. قلينا شوية بالشمال ده. يعني دي 5 من 10. يعني وممكن اقل كمان. مم. أنا بحاول ما اظلمهاش بس اللي جاي كتير. هي كبسكوتة، هي نفس بسكوت شمعدان، بس الشوكولاتة اللي من لا بره الشوكولاتة هي من بره فقيرة قوي. هي اللي خلتها فقيرة قوي. تقل معاك. دي الشمعدان اللي هي الميجا برضو اللي هي بالوايت شوكليت ده من بره. فنشوف هل الوايت شوكليت ده شكلها هو، تحس الشوكولاتة خفيفة قوي. بس برضه اتفضل. سنتفو. برضو الشوكولاتة خفيفة. نفس الفكرة. الشمعدان بتزعلنا انها ماشي. نو. اتنين يعني مش اوكي. كده. ناخد كتاكيتو. مم. ناخد كتاكيتو. ناخد كتاكيتو. كتاكيتو عندها شوية منتجات. ده اسمها طبعا. كتاكيتو فينجرز، المفروض ان هي زي بديل للكيت كات. مم. ودي ميني كتاكيتو. ودي كتاكيتو الأصلية. ودي الميني كتاكيتو الوايت. خلينا نبدأ ونقول لهم واحدة واحدة. ماشي يلا نبدأ بالفينجرز. اه. نبدأ بالفينجرز. كتاكيتو اتوقع بسكوتة. هتقرب من كيت كات. هي كتاكيتو محترمة جدا الصراحة. طب شكلها من جوه شايفين عامل ازاي؟ مفيش كتير بيختلف على موضوع كتاكيتو. نقسم صابع برضه. اه. اهو. اتفضل. يعني برضه الشوكولاتة من بره مم. طعم الشوكولاتة حلو هي بس مالهاش علاقة بالكيت كات. اه يعني هي حلوة بعيدة مش أوي. وحشة. بعيدة أوي يعني.
هو بص، يعني احنا هتلاقي البسكوت بتاعنا او في فرق ما بين الشوكولاته والبسكوته، يعني مش عارف ايه الفراغ ده. هي يعني تحسها جودتها قليله، عكس الريب مثلا جودتها عاليه قوي. فنخش على اللي بعد كده، ناخد الكتاكيت العاديه الاول ولا هات الميني؟ اللي في ايدك. الميني. ميني كتاكيت. ايوه. اتفضل. بسم الله. هي طويله كده، كلها قطعه واحده طويله. مم. مم. ده طعم كتاكيتو. احسن من من الفينجر بقى. طعمها حلو قوي، الشوكولاته بتاعتها فيها حته داركنس مع سكر مظبوط. بص هي حلوه جدا. ظابطينها بالتكه يا شمعدان، الله ينور. هي دي من المنتجات المفضله عندي في من شركه الشمعداني. ناخد لغايه نفصل ونرجع نفصل دي. الوقت الواحد من كميه البسكوت اللي شايفها قدامه من قبل الحلقه وهو فاهم. بس على فكره يعني الشمعدان تشكر. الاسعار احنا فيه بس مش متذكرينها شويه، وحصل تغيير لان احنا لنا فتره كبيره نجمع. سعر رينج من في حوالين 10 يعني. اه. وفي قلت. حاجات من يعني دي كانت 5 جنيه الفينجرز، دي 3 جنيه انا فاكر. فالحاجات دي يعني ايه، اسعارها سعر. برضه قليله. دي كلها قطعه واحده كده وعليها، بس مش عارف ليه الشوكولاته تحس ان مش مغطيه بشكل صح، تحس ان هي مش عارف ده عيب تخزين ولا ده. فماشي. تعال بس نقسمها دي. هي عندها. خد بقى دي ماشي. يا نهار ابيض. بسم الله. هي مش نافعه تقل. بس دي طعمها حلو. هي مش سيئه بس وسط طبعا يعني يعني مش وحشه، ما يعني زعلتنيش يعني. الطبقه اللي من بره طبقه كويسه حلوه طعمها حلو. ناخد الكتاكيتو العاديه. ناخد كده كده دول عاديه. الفرق بقى بين الكتاكيتو والميني كتاكيتو ايه؟ طبقه الشوكولاته اللي بره. هنا طبقه الشوكولاته اللي بره بص عامله ازاي، هو فرق في السعر كبير برضه مش قليل. كتيره اكتر من هنا لو طبعا تحس بار شوكولاته اصلا في حته وعليه شمعدان كده من جوه، فايه شغل عالي يعني. ايوه اتفضل. برضو. برضه دي عاليه، دي عاليه قوي. دي في حته تانية. انا برشح دي ان هي ممكن تكسب في الحلقه كلها. دي رهيبه والله، يعني دي بسعرها بالنسبه لمنتجات تانية اجنبيه كمان دي اعلى منها كتير. من افضل البسكوت المصري المحترم كتاكي. دي 9.5 من 10. طيب دي كتاكيتو بس اكسترا بقى، يعني شوف دي شوكولاته فيها كتير ازاي. دي دي اكسترا يعني نزود في الشوكولاته كمان. انت فاهم؟ تعالى نشوف. برضه نطلعها كده ايه، نبص على شكلها عامل ازاي. هي دي نفس شكل التانية، بس مش هتبقى عارف مختلف من مش جوه. عارف انا حاسسها هتبقى برضو. اه شفت الاختلاف في ايه؟ الاختلاف ان دي محشيه مم. وايت شوكليت. التانية كانت من جوه مش مش محشيه الوايت شوكليت، الطبقه اللي فوق دي هتبان من هنا، الطبقه اللي فوق دي ما كانتش موجوده في التانية. ده ميكس. بص الميكس ده معلم معايا، بس ممكن ما اجيبش اللي بيحب الوايت شوكليت، اللي ما بيحبش الوايت شوكليت. اقول لك على حاجه. امم. عارف الميكس ده عمل ايه؟ تحسه هدى شويه من. من الدارك بتاعت مم. الشوكولاته بتاعت الكتاكيت. انا شوكولاته الكتاكيت تحس دارك شويه. ولما بتيجي تقطمها تلاقيها ناشفه معاك، دي هتلاقيها اديتها طراوه في التكتشر واديتها هداوه في الطعم، سكرته شويه. حلوه. دي برضو كتاكيتو اكسترا، بس الفرق ان الطبقه اللي فوق مش طبقه وايت شوكليت، طبقه شوكليت عادي. مم. فتعال نشوف هتبقى عامله ازاي. كده ايه نبقى لنا دول. طبعا احنا بهدلنا السفره. بس ده الطبيعي في حلقات البسكوت. دي شكلها نفس الشكل، عليها الشمعدان كده مرسوم، مش عارف يبقى باين ولا لا. شوف. ايوه. اتفضل. زي ما انتم شايفين طبقه الشوكولاته الزياده اللي تحت دي. تعرف الشوكولاته اللي بره مختلفه. ليه؟
مش عارف هو انا بس اللي ملاحظ ده ولا لا، مش حاسس الطبقه اللي هي من جوه الزياده دي هتلاقيها تروح يعني، وبرضه ما حسيتهاش مميزه قوي يعني. رغم انها فرق في السعر. اه يعني ما حسيتهاش مميزه. دي فرق في السعر مثلا بتاع 3 جنيه على الثانية زيادة. بس انا فرقت معايا في الوايت. الوايت حلوه، وزعتي على والاصليه منها احلى بكتير. فناخد دي اسمها الشمعدان عادي خالص، ومعمولة كده رفيع، بره رفيع دي خالص. مش منتشره، بس خلينا نجربها برضه معاها. بعدين نشوف هي دي ايه المميز فيها يعني. مم. طيب، هي شكلها. حتة برص رفيع خالص كده. هي هشة أوي بس فقيرة أوي. يعني دي 3 من 10. لما تلاقي البار دوت فايض منهم الصينيه مع. عملوه بسكوت. اعمل البسكوت دي عبيها يا ابني وقت. ناخد دي ولا خليها في الآخر؟ لا خلي الشوفان ديت في الاخر. في الآخر. خلينا في التيبو. مم. التيبو دي عالية، أنا جربتها قبل كده. خلينا نجربها، انا ما جربتهاش بصراحه. اتفضل يا باشا. هي عبارة عن دي الميني تيبو، في منها تيبو كبيرة برضو من الشمالان. السكوتة دي حلوه. اخدنا ميني تيبو، بص هي دي. فيلا. هي طبقتين بسكوت، مش ويفر بقى، مم. بسكوت عادي، ومحشي من نص شوكولاتة ومضغط من بره شوكولاتة. فهي دي كبيرة أوي يعني. محترمه. ده عالي أوي. محترمه. يعني انا كنت بقول يمكن البسكوته اللي هناك بتاعت كتاكيتو دي ممكن لا تكسب في الحلقه. لا، دي تكسب. دي دي تكسب أوي يعني. دي محترمه. دي سعرها 5 جنيه كمان، يعني سعرها معقول جدا. يعني انا لما بجيب الاثنين ممكن افضل دي شويه عن كتاكيتو كده كمان. كده. طيب، نفصل ونشوف آخر واحدة. دي اسمها، أنا أول مرة أشوف المنتج ده النهاردة. انا ما شفتوش قبل كده. طيب، اسمها لايت بيسك. دي عبارة عن المفروض بسكوت شوفان مم. من الشمعدان. فانتوا عارفين الشركات بقى بتتجه للحاجات الصحية شوية، هيعملوا بقى الحاجات اللي هي خالة القمح والشوفان والكلام ده. نجرب. ومعانا منتجات لسه معمولة كده كتير في الحلقة. يلا بينا. مم. أول ناخد واحدة سليمة كده، اللي على الوش مكسورة. دي شكل البسكوتة عاملة ازاي. شكلها حلو، يعني شغال زي منتجات الشوفان. لا نكسر كده بس ايه. هو بقى طعمها حلو. انا كنت متوقع انها ما تعجبنيش، بس طعمها حلو جدا. بالنسبة لبسكوت الشوفان طعمها حلو. الكالوريز بتاعتها قد ايه؟ يعني القطعة من دي، قطعة الدايرة دي 44 كالوري. فحلوة وسعراتها قليلة، مش كتيرة بالنسبة للبسكوت يعني. فعاش يعني حلو. فيها 3 قطع. 3 قطع كانت فصلت تقريبا، السكريات هنجتها. فخلصنا شمعدان، هنخش على اللي بعد كده. يلا بينا. نرجع تاني مع تاني منتج معانا. سايلو فود. سايلو فود شركة مصرية، اللي تقريبا الحكومة عاملاها عشان تعمل التغذية المدرسية والحاجات دي. فهي الشركة عاملة شوية منتجات برضو ليها علاقة بالويفر. فجبنا ده اسمه هيفن. دول 5 أنواع أو 5 أطعم. الكيس ده ب19 جنيه، فسعره مش رخيص. وده يويوز، دول 3 أطعم. مم. وده بو، أوه. 3 أطعم. فتعالى نبدأ بأنهي. هيفن. يوز. يويوز طب. نخلص اللي أوكي، قدام ده الاول. نحط دول على شوية هات القطر ده كده. ونبدأ نشوف يويوز. هنبدأ بيويوز اللي هو الشوكولاتة. ماشي. ويفر بالشوكولاتة. تعالى نشوف. تقريبا كل دي منتجات ويفر، نفس الشركة. شركة جديدة مش قديمة. هنعرف دلوقتي ونجرب. هقطع كده وخلاص دي. دي فريندز. لا اقسم اقسم على طول. ده 3 من ده، يعني 3 من الطويل ده. ايوه. بسم الله. انا ادخل معاك انا طيب. هي هشة وكل حاجة بس. شوكولاتة رديئة برضه مم. شوية. شوكولاتة مش رديئة عشان ما اظلمهاش، مش حلو.
يعني الشوكولاته فيها خفيفه كده، الدنيا مش احلى حاجه يعني. طعم الشوكولاته نفسه عادي قوي يعني، فاهم؟ هو لا مش قوي. ظاهر قوي كمان. فتعال نشوف ده. عشان بس نبقى صادقين. الفانيليا. طيب الفانيليا ادعم منتج بلدك يا كابتن. ماشي، وانا بقول حاجه وحشه؟ لا، عايزين نطور يعني. اه بس مش بس برضه عايز اقول نقطه. البسكوته دي ب 3 جنيه ونص، رخيصه قوي برضه يعني. اه بالنسبه لسعرها ده ما شاء الله حلو. تمام. ده برضه نفس فكره الصوابع. تمام. خلينا برضه نجربها. طب دي طعمها حلو والله، فيها طعم فانيليا كويس. مش عاجباك؟ انت قلت على اساس ايه؟ على فكره هي مش وحشه، في بس طعم خفيف. فانيليا حلو. خفيف قوي. طب اقول لك حاجه يعني ريف الفانيليا، انا ما حسيتش بطعم الفانيليا كده، حسيت طعم كريمه بس ما فيش طعم فانيليا هي ظاهر. مش وحشه دي بس. فانيليا ظاهره. تعال نخش على عشان ما نختلفش. لا مش مختلفين هي. تعال نخش على يوز اللي بالفراوله، كريمه الفراوله. مش عارف ليه ما بتلاقيش بسكوتة عمرها بالفراولة دايما بتبقى حلوة، كلها بتبقى سكة. طب ما هو السعر عنصر مهم. لا هو عموما يعني الشركات الكبيرة ما تلاقيش أصلا بتعمل بالفراولة دي يعني. هم مش فاضيين لدرجة طب صدق دي ريحتها حلوه، شم ريحتها كده. والله ولا شم حاجة طب بس. شم شم شم. اه. صح. فراولة صح. هتطلع عليا. ورد يا ابراهيم. ماشي. ماشي. كلها دي وحشه. لا دي حلوه. دي حلوة. يعني بص، لو قلت على وحشه كنا هنتخانق مع بعض بقى. دي لا حلوه قوي يعني. طعم الفراولة فيها حلو محترم. يعني دي احلى واحده في يوز الفراوله دي. لا محترم. طيب نفصل بس الأول. ناخد بقى بو. معانا بو 3 اطعم. ماشي. ابدأ بالشوكولاتة دي. دي شوكولاته بالبندق. خلاص، ويفر بشوكولاته البندق. ده برضه من سايلوكو. فتعالى نفتح. التغليف بتاعهم برضه كويس يعني، التغليف بتاع دي بريميوم اكتر من دي شويه. تحسه تغليف عادي. ديزاينه حلو مش وحش. لسه قريب لحاجة كده تانية بس حلوة بقى. كورونا. طيب هو برضه 3 فينجر كده زي التانية بالظبط، ونفس السعر 3 جنيه ونص. في اختلاف هنا. ويفر اتخن شويه، عدته اتقل. بس برضه هش. الشوكولاته ظاهره شويه. ولها طعم مختلف، بس لها طعم مختلف الشوكولاتة هنا. عشان البندق جه دلوقتي يعني وصل. الافتر تيست بتاعه فاهم جه. ليه طعم مختلف شوية. بيجي كافتر تيست كده البندق في الاخر خالص، بس هي كشوكولاته مقبوله. 3 جنيه ونص هدفعه. مفيش مشكله فيه. طيب دي الشوكولاته العاديه. فده شكلها. ناكل شوكولاته وكريمه النهارده لحد ما يبان لنا اصحاب. يا باشا عادي. بس دول برضه 3 فينجرز. هو نفس الكونسبت بقى خلاص. ده بص، كل شويه نهرهن. طعم الشوكولاته هنا واضح على طول، يعني مش افتر تيست زي التاني. بس بيجي في الاخر كده طعم مش عاجبني. تحسه مزرنخ. اه صح. لا هي مزرنخ بس. طيب دي كريمه الفانيليا. آه، هو تقريبا نفس القطعم، بس هنا شالوا شالوا الفراولة وحطوا بندق، كريمة بندق. لا هي كانت لغايه دلوقتي احسن واحده فيهم هي الفراوله. الفراولة أحسن واحدة من سايلو فود حتى الآن. فتعالى نشوف دي. سايلو فود دي اللي بتعمل تغذية مدارس، عارف كده؟ بس تغذيه المدارس حاجه مختلفه اه. الصراحه، يعني انا عاشق لتغذيه المدرسه. دي طعمها حلو برضه. هي آخر واحدة. بتكون حلوة من كلها. دي طعمها حلو. دي عارف طعم كريمة اللبن الحلو. هي كبسكوته حلوه. حلو. الطعم خفيف بس طعم حلو. اه الطعم حلو. بالظبط كده. بس طعم خفيف يعني. بس حلو. يعني جودة الكريمة مش وحشة. فاهم؟ يعني جودة الشوكولاتة في الأولانية ما عجبتنيش أوي. هي دي مش عجبتني. وحشه يعني كمجمل. مش وحشه. مش وحشة. طب تيجي نخش على هنا. نجيب الكلام ده كده. نخش على. طيب. لا نبدا بالفراوله. هو ده فراولة أصلا؟ اه. اه ده فراولة صدق. هو مكتوب عليه منت ويفر يعني. ماشي، بس هو كريمة بالعربي كريمة الفراولة. طب ايه؟ اه ميني ويفر. سكريات عادي هنعتبرها سكريات. انا لو منت ايه منت ويفر.
قالوا البسكوت بالنعناع ده ولا انها في الغالب انا شاك انها ممكن تبقى نفس دي؟ لا ريحتها دي طالعه قوي. ان هي تحس، بص هي تحسها دبل. دي كيس كده صغير مليان ميني كده بس دبل يعني، انت البسكوته هنا تخينه عن التاني. لا وهي غاليه، ما دي الكيس ده ب 19 جنيه، فهو لو مش عامل حاجه محترمه يبقى حرام يعني. يا جدعان الله ينور. الراجل ده مية مية. لا لا الله ينور، عامل شغل عالي ده. ده حلو قوي. الراجل بتاعت هيفي جيم انت كنت بتقول ما بتحبش الفراوله، محترمه. سايل فوز غيرت الفكره يا باشا، الفراوله المصريه غير. تعال نشوف تاني طقم بالكريمه الشوكولاته العاديه. مم. هو نفس الفكره، هو النظر فيه طعم سادس ليهم بس احنا ما اديتوش يعني. طيب. كويس ان هو ملوش هيخرب بيت. طيب كويسه بس على سعرها مش. في الفراوله كان الطعم واضح قوي. خد بالك هنا شوكولاته زهره بس مش مميزه هنا، فاهم؟ ده خد بالك هي ما ظهرتش معايا في الاول، هي بدات تظهر في الاخر وبحسها لها طعم كده مش مميز. ما هو مش حلو يعني، عادي عادي. هو مش وحش بس فاهم؟ مش مميز عادي يعني. طيب ده آه، كريمه الفانيليا. وانا من النوع اللي بحب على فكره كريمه الفانيليا اكتر من الشوكولاته في الويب، انا بحبها. بس تبقى معموله صح ان بس. انا باكلها غصب عني في الحلقه. اتفضل. وما شاء الله البسكوته بتاعتهم يعني حاجه ايه. محمد ميني بس حلو. دي هتحببك فيها اظن ولا لا؟ طعم فيها قوي. لا طعم فانيليا نظيفه، وقوي. انضف من اللي فاتوا كتير، فاهم؟ فدي حلوه. بس انا هسيب لك دي في الاخر مفاجاه. خلينا نشوف دي كريمه الشوكولاته بالبندق. مم. انا المفروض بالسعر ده الاقي طعم كريمه شوكولاته البندق محترم برضه 19 جنيه غالي. يعني عشان بس ايه يكون الموضوع منصف يا جماعه اللي شغالين في الصيدليه يعني. فتعالى نشوف. دي طعمها حلو، طعمها حلو، طعمها حلو، مش وحشه، بس في حاجه ضحكتني. مم. بس كده الشوكولاته دي تحس كانت في حد من الكواليتي كنترول عندهم ما خد قطمه. طبعا. دي مقطوم منها قطمه دي جوه طب ايه. ماشي ما حدش هياكل دي المفروض يعني. ماشي. دي حلوه بالنسبه لكريمه البندق من سايل حلو. كويس. حلو. ده بقى بايه يا باشا؟ نعناع. كريمه النعناع. نعناع. ده المنت اللي انا كنت بقول عليه في الاول. نعناع. شم ريحه كده، هبو نعناع هيطلع لك. اوه. هبو نعناع. تحس ان انت دخلت في تشيكلت. بس انا بقى كنا ناكل مع بعض، ناكل مع بعض مره في حياتنا. قوية. كانت قبل، بس انت عارف انها منعشه. امم. بوم كده. مميزة. حلوه. نعم. لا اختراع دي. مميزة وحلوة. انا اول مره تاكل بسكوت نعناع. انا اول مرة اكل بس. انا اول مره اشوفه يعني من من سايل فود. بس طعمه حلو. حلو قوي. اللي مخترع الحاجه دي مخترع. الله ينور. فبالنسبه لي افضل حاجه سايل فود ايه؟ الفراولة اول حاجة. والفراوله دي. الفراولة دي والنعناع. ده كان اكتر حاجة مميزة انا الصراحة. بالنسبه لي الفراوله دي والنعناع ده، لان دي خلاص هما الاثنين فراوله، دي تغطي على الفراوله التانيه خالص. فيلا نشوف اللي بعده. ورجعنا لكم. مع رونسكا. رونسكا. رونسكا دي شركه اكتشاف الصراحه يعني. اول مره شفتها كانت بالمنتج الصغير ده، مم. وهو دلوقتي ب 2 جنيه، كان بجنيه. مم. وكانت عجباني قوي. بعد كده شفت المنتج ده، بعد كده شفت ده، بالترتيب كده. بعد كده شفت ده، وبعدين الاثنين التانيين دول. هو المميز برضو ان هم تلاقيهم كاتبين السعر على ايه. على كل حاجه يعني، ده ب 4 جنيه، ده ب 5 جنيه، ده ب 3 جنيه، ده ب 6 جنيه، تلاقي ده ب كاتبين. 5 جنيه برضه. فهي كمنتج حلو محترم، وانا جربته قبل كده، بس هنشارك تجربتنا. هي كلها نفس الفكرة اللي هي بسكوت عليها شوكولاتة، بس ايه مختلفة بقى يعني الأطعمة. طيب دي شكلها كده، فتعال نفتحها ونشوف. ماشي يلا بينا. دي ب 2 جنيه.
بص، الطابع المصري الاصيل، نخلتين كده وثلاث اهرامات. شوكولاته فيها يعني دي الشوكولاته. الناحيه التانية بسكوت كده مكتوب عليه بقى ايه، رونسكا وحاجه مزاج يعني. فتعالى نقول. هي طعم وشكل مميز يعني. اتفضل يا وحش. اه انا اقسمها بس كده عشان ناكل اليمين. الشوكولاته بتدوب، والبسكوت اه هش جدا، وفي نفس الوقت مش طري. يعني بص حاجه. ميكس جامد. الشركه دي محترمه والله، الشركه دي محترمه ومهدور حقها، لان بحسها مش مشهوره. لا لا على فكرة بجد مشهورة يعني جدا. بس شركه حلوه قوي، يعني بتعمل شغلها فاهم مزاج. دي ب 2 جنيه، يعني عارف يعني ايه، عايز تظبط مزاجك ب 2 جنيه جيبها. دي مع اللي هم كوباية عادش قهوة الصبح. عادش ليهم قوه شرائيه جامده ال 2 جنيه يعني. خلينا نمسك لساننا شويه. بس ما لسه ب2 جنيه. دي الرونسكا دي ب 6 جنيه، اللي هي الكبيره شويه اسمها رونسكا اب. ف تعال نشوف ايه الفرق بينها. ودي هي الغلاف بتاعها قريب من دي شويه من جوه. دي دبل شوكولاتة. اه، دي بقى هي قطعتين من جوه من دي، ودي عاملين ايه، دبل شوكولاتة عليها. مغلفينها من ناحيتين. امم تعال نقول بسم الله. ده دي اسمها بقى. حرام عشان احنا السكريات كده نموت يعني. الشوكولاته بتاعتهم واحد. عارف هي مش شوكولاته غاليه، بس طعمها مش وحش. بس طعمها، هو مش طعمها مش وحش، طعمها حلو. امم يعني طعمها بيشدك وهي مش غاليه، فهي عاملين معادله حلوه قوي يعني. فدي حلوه يعني، دي بالنسبه لي سعرا وجوده، الاثنين دول اديهم 9 من 10 وش. طيب ناخد المنتج ده عكسوا الليله بقى بتاعت دي. عاملين بسكوت. طبقتين بسكوت وفي النص شوكولاته. دي اسمها بيك رونست. بس برضه كمية الشوكولاتة اللي فيها مش قليلة. كميه محترمه. طيب دي فيها من جوه اتنين زي دي، هتلاقي بسكوتين، أبيض. بسكوت من هنا وبسكوت من هنا، وفي النص شايفين كتلة الشوكولاتة عاملة ازاي. هي بسكوتها الوحيدة تخض أصلا، تحس إن أنت هاجم عليك شوكولاتة. اتفضل يا باشا عشان يعني ايه. ككونسبت دي عجباني اكتر. دي توازن شوية. البسكوت حجمه زاد بالنسبة للشوكولاتة، فهبتدي ما في سكر اوفر، فدي حلوة. بس هقول لك برضه هي فكرة إن هو إيه، أنت حابب تاكل إيه أكتر؟ هو عامل لك هو عامل تنوع يعني. انت اختار بقى. حابب شوكولاتة أكتر بسكوت أكتر. دول بقى الشكل مختلف، فدي الكلاسيك بتاعتهم اسمها انفيتي ميكس. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن، طب بص انا عايز اخلي دي للاخر. خليها خليها ليه؟ للاخر. هاخد الانتيتي دي اللي هي الميلك. بص شكلها عامل ازاي. عبارة عن قطعتين بسكوت، وفي النص شوكولاتة، والقطعتين بسكوت هم عبارة عن بسكوت أبيض، يعني بسكوت باللبن. مخترع كل البسكوت بتاع النوع دوت، تحسه ان هو ما فيش حاجة عنده خفيفة، بيتعامل كل حاجة. 2 كيلو سمنة تقريبا. ما فيش تفاهم. دي أخف من اللي فاتوا، بس طعمه حلو. هنا طعم البسكوت ظاهر معاه كتير قوي يعني عن الشوكولاتة اللي موجودة. حلو، ناخد دي برضو. دي بقى إيه، أنا نفسي أفهم هو بيسعروا إن أنا إيه. يعني دي ب5 ودي ب4 ودي ب3. حاسسهم واحد. مش عارف اعمل الغلابة تاكل يعني، فاهم. فهي دي اتهرست شويه، بس هي زي ما انتم شايفين كده عشان ما تتهرهدش الدنيا. هي دي الشوكولاته اسود وفي نص اسود، البسكوت اسود والشوكولاته اسود. تعال نقول بسم الله. بتتكسر بصعوبه شويه دي. ناشفة شوية. امم عشان الشوكولاته اللي جوه. مم. مش وحشة، حلوة برضو، بس الطعم هنا في النوع دوت. اللي بيحب الشوكولاته هيحبها. اه يعني اللي بيحب الشوكولاته اوفر هيحبها، واللي بيحب بسكوت الشوكولاته هي طعم بسكوت الشوكولاته قوي. هنا عشان اللي ما يحبش دي قوي لوحدها، واللي مش حابب دي قوي لوحدها، راحوا عاملين لك ميكس بين الاثنين ايش، اللي هو ايه، تعالى افصل معانا ناخد ميكس. برضه دي اتهربت منها شويه، بس ده شكلها اهو نص ونص. ابيض الناحيه دي كده.
اسود. واعرف ان هما الاثنين، مش عارف بناء على ايه، بس يعني يلا بينا مش مشكله. اتفضل. في ايه؟ انت اديك بتكبر ليه كل مدى يعني بتجيب لي الحته الكبيره؟ دي احسنهم بالنسبه لي، احسن من الاثنين يعني، عشان ميكس كده حلو. عشان الطعم ظاهر فيها. 3 جنيه اللي قبلها ما كانش طعم ظاهر فيها قوي. الطب بالنسبه للناس بالنسبه لك مين؟ الاول. الاثنين. وكانت اللي هي فيها الصفرا. بسكوت انا فيها بسكوت حلوه. دي عجبتني اكتر واحده، وبعدها الاثنين دول كويسين، بس الاثنين دول تقال قوي بس. فعاش شركه روناسكا استمروا على المستوى ده، وتهيألي المنتج بتاعكم يستحق يتصدر كمان، مش بس يفضل الله ينور. كده. بالنسبه لنا الجزء الاول خلص. يعني اللي عاجبه الحلقه يا ريت يعمل لايك، ما تنساش تعمل كومنت تقول لنا رايك في الفيديو، وتقول لنا رايك في المنتجات دي لو انت جربتها. هنكمل بس الجزء التاني. يلا بينا.